معروف عن الست إنها دايما نكدية، قال يعني الراجل مش نكدي. ولما الراجل يلاقي مراته مكشرة ولاوية بوزها يقول لها انت بوزك عامل زي بوز الإخس. طب وهو يطلع ايه بوز الإخس ده؟ في طائر بيعيش في مدينة غاتس، دي جنوب غرب الهند، وبيعيش برضه في سريلانكا. والطائر ده اسمه فم الضفدع، واسمه فم الضفدع لأنه دايما بيطلع أصوات شبه الضفدع. وموسم التكاثر بتاعه في الهند في شهر يناير وشهر إبريل، أما في سريلانكا ففي شهر فبراير وشهر مارس. أنثى فم الضفدع بتضع البيض على الشجر وترقد عليه طول الليل، والراجل كتفه في كتفها وبيساعدها ويرقد على البيض طول النهار. طب ما الدنيا حلوه اهو، امال مالك بس يا عم معترض ليه ومسميينها بوز الاخس ليه؟ علشان المتداول ان الطائر ده مسميينه طائر النكد، علشان شكله زي ما انتوا شايفين كده لو يبوزه. بس الشهاده لله مفيش فرق بين الراجل وبين الست، ما تعرفش تميز بين الاتنين. الاتنين بوز الاخس، قصدي فم الضفدع.